يا صباح النور والسرور والسعادة حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كده يجعل يومكم كله خير وبركة وصحة ورزق وسعادة يا رب العالمين. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا كله طاقة ايجابية وحماس ونشاط. ان شاء الله هنتشجع بقى مع بعض، والكسلانة هتقوم بقى تشوف شغل بيتها وتتشجع معايا كده، ونعمل تنظيفات عميقة للشقة. بس اول حاجة كده هاخد جزء جزء في الشقة، بس اهم حاجة هوريكم دلوقتي الشقة عاملة ازاي. الشقة على بعضها حرفيا، بصوا التراب في البلكونة كأني غايبة بقالي سنة. مش اسبوعين بس يعني. كل التراب في كل حتة في الشقة، على الترابيزات وكل حاجة مقلوبة زي ما احنا شايفين كده. هوريكم كمان غرف الولاد والمطبخ. بس الفيديو اللي فات زي ما صورت لكم كده، اليوم اللي انا جيت فيه يا دوب عملت الغداء، اتغدينا وما عملتش اي حاجة خالص، سبت كل حاجة ودخلت نمت وارتحت كده لاني كنت تعبانة زي ما قلت لكم. وكمان قلت بقى خلاص انا كده كده بقى هبتدي اشيل الشقه وانضف واعمل كل حاجه. فانا بوريكم بقى الشقه كده وهي متبهدله، عشان ان شاء الله لما نخلصها بقى ونعمل لها تنظيفات عميقه نشوفها بقى وهي رايقه ونضيفه كده وزي الفل، ونخليها فله شمعه منوره كده. هنا كنت بحمر لهم بطاطس عشان نعمل الفطار يعني ونفطر وكده. هنا كمان غرف الولاد كل واحد خد شنطته وفتح في الشنط، ويا ماما نطلع الهدوم اللي احنا عايزينها، ولينا هدوم في الشنط محتاجينها ومش عارفه ايه. كل واحد خد هدومه ودخل الاوضه بتاعته. بهدلوا الدنيا حرفيا الولاد والله، مستغلين بقى الفرصه ان انا خلاص بقى كمان هنضف وهشيل. ف واخدين راحتهم على الاخر بس لو الشقه نظيفه بصراحه ما بيعملوش كده، بيبقى عندهم نظام وكده، وربنا يا رب يحميهم. ساعدوني كمان في التنظيفات يعني وكده. كان ابني ربنا يحميه بيرتب سريره ونفض الشباك بتاعه كده. وبنتي برضو كانت هي اللي لمعت الترابيزات بره ولمعت ترابيزة الشاشة وكده. فربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم يا رب، ولادنا جميعا. عايزة اوريكم الحاجات اللي انا جبتها من الساحل الشمالي. انا كل ما بروح بصراحه يا بنات بجيب حاجات كده معينه من هناك، زي الزيت الزيتون. انا في الفيديو ده نسيت اصور لكم الزيت الزيتون اللي انا بجيبه من هناك واللون بتاعه كده، وهكلمكم كمان على زيت الزيتون، بس هنزله لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. اول حاجه كده جبتها جبت الشاي اللي هو الشاي اللي هو الليبي ده، الشاي العربي اللي هو بتاع العرب ده، الشاي الزردة. اكيد اللي بيروح مطروح وعارف بقى الشاي اللي هو بيتغلي على النار، اللي هو الشاي الزردة ده بنحطه على النار لغاية ما يتقطع نفسه. عايزة اقول لكم بس خلاص انا اتعودت عليه. يعني اتعودت عليه يعني طول عمري بشربه. فلما بروح هناك عندنا بجيب منه كيلو، نص كيلو، كيلو الا ربع، على حسب ما بجيب. دوت كان ربعين، جبت منه ربعين نص كيلو. فلما بيخلص من عندي بصراحة يا بنات بزعل، لان انا بحبه جدا، وكمان جوزي اتعود عليه وولادي كمان متعودين عليه. بس كده، فجبت نص كيلو منه، وقلت بقى لما يخلص ان شاء الله عبال ما اروح تاني ابقى اجيب تاني من هناك وكده. عايزه اقول لكم ان انا جبت برضو شويه حاجات من هناك عجبتني. جبت المجات دي، شفتها وانا رايحه اشتري المطحنه زي اللي كانت عندي، هوريها لكم دلوقتي. لقيت الكوبايات دي عجباني قوي قوي يا بنات، شكلها شيك كده ولذيذ وصغننه وحلوه قوي للقهوه. وكمان غير القهوه، الشاي اللي هو العربي بتاعنا ده احنا بنشربه في الكوبايات الصغنونه دي. اللي بيروح مطروح بيروح الساحل وبيعرف الشاي الزردة، عارفين ان هما اللي هو اصلا بيتشرب في الكوبايات الصغيره، ما بيتشربش في كوبايات كبيره. فلما جبت الشاي بقى من هناك ولقيت الكوبايات دي عجبتني ورحت جايباها. هنا بقى بوريكم ان انا عندي الكوبايات الصغنونه دي. عايزه اقول لكم الكوبايات دي يمكن من الجواز والله يا بنات، موجوده بقى لها حوالي اكتر من 16 سنه. عندي الستة زي ما هما، كنت جايباهم برضو في جهازي وحاجتي، لان احنا متعودين طبعا على الشاي ده. فانا بوريكم يعني ان انا عندي برضو من الكوبايات الصغننه دي. دي خصصتهم يعني للشاي الزردة، وقلت مش مشكلة المجات الصغننة دي ابقى اعمل فيها القهوة كمان، لذيذة وشكلها حلو. الكوبايات دي يا بنات كانت عاملة 80 جنيه. خدت معاهم المعلقة السيليكون دي، اللي هي متينة كده من جوه فيها خشب. مش اللي هي السيليكون الطري ده يا بنات، عارفينه اللي هي بتبقى من جوه فيها خشب كده، معدن او خشب كده. خدتها فوق الكوبايات واديته عليهم 200 100 جنيه. الكوبايات والمعلقه خدتهم ب 100 جنيه. وجبت كمان المضرب بتاع الكوفي ده. الولاد
عايزينه يا ماما هاتلنا مضرب، بصراحه ما كانش عندي، فجبت لهم مضرب ده رشحولي بصراحه، كان في نوع تاني فانا كنت عايزه اخد النوع التاني، فالراجل قال لي لا خدي النوع دوت انضف واحسن يعني، وكويس في الاستعمال. معاه الشاحن، وصلة شاحن اللي هي التايب سي ده، لما بيخلص الشاحن بتاعه بتحطيه على الشاحن يشحن، وكمان بتقدري تستعمليه ليه 3 سرعات يا بنات. حلو جدا يعني، انا كمان الولاد جربوه حلو جدا، وعمل رغوة حلوة في الكوفي. ان شاء الله جربوا معاكم برضو، ونعمل احلى ايس كوفي كده ساقع بالتلج ان شاء الله باذن الله. عايزه اوريكم ان هو هنا ليه 3 سرعات. جبته خدته دوت خدته ب80 جنيه، كان بيقول لي ب100 بصراحة، فيعني فصلت معاه وخدته ب80 جنيه. هنا كمان عايزه اقول لكم ان انا جبت المطحنه دي زي اللي كانت عندي بالظبط يا بنات. كان عندي واحده وريتها لكم قبل كده في فيديو، لو تفتكروا يعني، لو كنتوا شفتوا الفيديو ده كنت موريها لكم قبل كده. كنت جايبه واحده هوريها لكم برضو دلوقتي. بصراحه تحفه جدا 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 للناس بقى اللي هم العشاق التوابل الحصى وكده، بيحبوا يطحنوا في البيت. اللهلوبه دي فظيعه، بتخلي التوابل جميله جدا وناعمه، حلوة جدا يا بنات في الاستعمال. جبتها هوريكم كمان دلوقتي اللي كانت عندي. هقول لكم دلوقتي باظت ليه. يعني هي باظت والله انا ما عملتش فيها حاجه، انا غسلتها، كنت بغسلها من جوه وبنضفها كده من بره بس كده، ما اعرفش عملت زي القشر اللي احنا شايفينها كده. وبعد كده جيت اشغلها مره وقلبتها تتصفى، مع ان الموتور بتاعها من تحت كده زي ما احنا شايفين، بس ما جبتش عليه ميه، بس ما اعرفش هي باظت ليه بصراحه. فجيت اشغلها بعد كده لقيت الموتور بتاعها زن كده، وبعد كده حسيت فيه ريحه، فمرضتش تشتغل تاني. فقلت برضو مش هسيبها، هبقى اصلحها واديها عند حد يعني يشوفها، لو محتاجه موتور او عايزه تتصلح وكده هبقى اصلحها برضو. فقلت جبت واحده. الاولانيه الاسعار برضو غليت يا بنات، الاولانيه كنت جايباها ب150، دي جبتها ب190. بس ده اسم شركة والتانية كانت اسم شركة، بس هما الاتنين زي بعض. بس دي ب190، والقديمة كنت جايباها ب150، بس كنت جايباها من امتى يا بنات؟ من الصيف اللي فات. كنت اخر مرة هناك في الصيف، وكنت جايباها هي والكبة اللي انا بستعملها دايما، اللي هي الحلة بتاعتها ستانلس دي، كنت جايباها برضو الكبة برضو جميلة جدا، وسعرها كان حلو جدا، كانت 380 بالظبط يا بنات. هناك بقى القسم اللي هو الناس اللي بيبيع زيت الزيتون والشاي اللي هو العربي ده، عندهم قسم كده اللي هو بصوا حاجات التجميل، الشاور والشامبو والحاجات دي، والصابون المغربي والبادي لوشن وكل الكلام ده. هناك بقى عجبني بقى الصابون ده، انا كنت جايبه منه الصابون اللي هو بالبان الدكر ده يا بنات، تحفة جدا 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 للبشرة. انصحكم بجد يا بنات يعني استعملوه. لو في منه هنا وعارفين بيتباع فين اكتبولي في الكومنت بيتباع فين بالظبط، وانا اجيب. لان انا بصراحة ما سألتش، يعني انا ما سألتش لان ما روحتش اماكن يعني عن حد يعني بيبيع الحاجات اللي هي الصابون والشاور والشامبو والحاجات دي، فعايز برضو حد يكون مضمون. بس الصابونة دي تحس ان هي لبان دكر طبيعي كده، حاجات فعلا طبيعية وجميلة جدا. انا جربته، بتحسي بنضارة للبشرة من اول ما تغسلي، يعني ترغيها وسيبيها دقيقة على البشرة، وبعد كده اشطفي بمية دافية، هتلاقي في نفس اللحظة في فرق كتير في البشرة وكده. عايزة اقول لكم ان انا كمان جبت السبراي ده، كان سعره 100 جنيه، ب100 جنيه خدتها يعني ب100 جنيه. ودوت نوع تاني برضو تحفة جدا. عايزة اقول لكم ان الريحتين احلى من بعض. اللي هي الموف دي تحس ان هي عاملة زي السعودي كده، ريحتها تحفة جدا جدا يا بنات. والحمرة برضو رهيبة، يعني اللي عارف النوع ده هيعرف ان هي فعلا جميلة جدا. واللي حابب يجيب زيهم يعمل لهم سكرين ويسأل عليهم في المكان، يعني الناس اللي بتبيع البرفيوم والحاجات دي اكيد هتلاقيها عندها. عايزه اقول لكم ان الحمرة اللي انا ماسكاها دي ريحتها جبارة جبارة، بعد ما قلت خلاص هاخدها طلعت في الاخر رجالي. بصوا بوريكم وبقرب لكم، يعني للي حابب ياخد سكرين للسبراي هيعجبكم جدا، ريحته فظيعه. كمان الرجالي احلى كمان من الحريمي ده. بعد ما قلت خلاص هاخدها وبحسبها حريمي لقيتها رجالي، فقلت خلاص بقى طلعت من نصيب جوزي يعني، فخدتها وكده. وكانت الحاجات دي اللي انا اشتريتها
من الساحل. يا رب الحاجه تعجبكم، واللي ليه اي استفسار عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنت وانا هرد عليكم. واكتبوا لي بتروحوا الساحل الشمالي بتجيبوا حاجات من هناك ولا لا، ومين بيشرب الشاي العربي الزردة ده، ولما بتروحوا مطروح بتشربوه هناك ولا لا، لانه معروف جدا في مطروح وفي الساحل الشمالي. يعني في ناس كمان من القاهرة اسكندرية الحتت دي متعودة عليه كمان وبتجيبه وتشربه دايما. بس كده، ودي كانت الحاجات اللي انا جبتها. يا رب الحاجة تعجبكم. وكمان ان شاء الله هكلمكم عن الزيت الزيتون في الفيديو الجاي بإذن الله. هنا يا بنات بقى كنت خلاص خلصت بقى الفطار، البطاطس اتحمرت معانا وسلقت بيض. هو ده كان الفطار النهارده. اللهم دمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال يا رب العالمين. عندنا شغل كتير هنعمله النهارده. عايزة ان انا يعني معلش بقى الفيديو طويل النهاردة شوية، بس كله حماس وطاقة ايجابية عشان تقومي كده تتنشطي معايا وتقومي تشوفي هنعمل ايه. واللي عنده تنظيفات بقى واللي عنده سجاد يتغسل واللي عايز يعمل حاجة يقوم بقى نتشجع كلنا مع بعض ونقوم نعمل. الاول فطرنا الحمد لله، وبعد كده بقى رحت طالعة على الصالة زي ما قلت لكم. عندي بنوتي مسكت الترابيزات لمعتها كده، يعني لمت التراب بس من عليها وظبطت الدنيا. وابني كان ولادي الصبيان ربنا يحميهم يا رب كان جوه في الأوضة بتاعتهم بيطبقوا بقى هدومهم بيظبطوا أمورهم. ابني رتب السرير بتاعه ونفض الشباك كده حاجات. بس ان انا عايزه اقول لكم ان انا بحب ان انا بنظف الشقه واعمل التنظيفات العميقه دي. بحب ان كل حاجه تكون في مكانها. يعني كل حاجة في مكانها، بحيث ان انا لما اجي انضف واجي اعمل ما تبقاش الدنيا مكركبة، الدنيا مش على بعضها، تحس ان انتي قلبتي حال الدنيا ومش عارفة ترجعيها زي ما كانت ولا عارفة تلمي الدنيا. فانا بحب امسك جزء جزء كده في الشقة وانضفه. يعني ممكن المطبخ على يومين تلاتة، يعني انا بحب اعمل كده. وكمان الاوض ممكن اخد الاوضتين في يوم، كل يوم اعمل الاوضه. بس بمسك بقى الحيطان بتاعتها تنظيفات وتصبين والشبابيك وتحت السراير والبيبان والشبابيك وكل حاجه بعمل لها تنظيفات يا بنات. انا بحب كده. بس قلت الاول برضو اكنس. بعد ما لميت السجاد كله قلت اكنس الشقة واديها تلميعة كده ومسحة بسيطة كده بالشرشوبة، مش هشيل حاجة من مكانها، بس هديها تلميعة كده من النص كده عشان ما يبقاش فيه ايه اللي هي الغبار يعني والكلام ده، تبقى كل حاجة رايقة. دي بس الحاجات اللي انا عملتها في الشقة النهاردة، يعني ما عملتش اكتر من كده يا بنات. طبعا ورا الكاميرا بقى في حاجات كتير بنعملها زي غسيل، بنحط غسيل، بننشر غسيل، حاجات كتير بقى بنعملها ورا الكاميرا كمان. ما بقدرش ان انا اصورها عشان الفيديو كمان ما يبقاش طويل عليكم وكده تزهقوا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. بحاول ان انا بسرع في الفيديو زي ما انتوا شايفين كده. بعمل تسرعات للفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل. لو انا سبت التصوير زي ما هو هياخد طبعا وقت كتير جدا. فلازم بقى بدخله المونتاج وكمان اقص منه شوية حاجات واسرع فيه شوية حاجات عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بس بحب ان انا والله اشارك معاكم كل لحظة في اليوم عملت فيها ايه وقضيت اليوم ازاي وكده. بس ان شاء الله باذن الله كل حاجه هنشوفها مع بعض باذن الله. هنا بعد ما خلصت يا بنات كنيس بره الشقه، يعني في الشقه من جوه طلعت بقى البلكونه، مسكت المقشه. احنا طبعا عارفين البياض بتاع الاسكان الاجتماعي في البلكونه عامل ازاي، اللي هو المفحر ده والمخربش ده بيلم تراب جدا يا بنات. فمسكت بقى المقشه رحت كنساه كده ونفضتها لان ما عنديش زعافه، فعملت المقشه زي الزعافه كده، كنسته بقى ونفضته كده، شلت بقى من عليه التراب. عايزه اقول لكم ان انا قبل كده شغلت الخرطوم بس قبل ما اجي يعني استقر في الشقه، لما كنت بروح وباجي للتنظيفات في الشقه قبل ما اجيب العفش هنا شغلت بقى الخرطوم وكنت بغسل البلكونه كلها الحيطان كلها بالخرطوم، فكانت بتنزل كل التراب اللي على الحيطه. فقلت خلاص بقى النهارده المره دي يعني عملتها كده بالمقشه، وهحاول اعمل لها تنفيض كده وتنظيف برضو بحيث ان ما يبقاش عليها تراب. عايزه اقول لكم ان الجزء بتاع البلكونه اللي من تحت ده احنا واحنا بندهن الشقه يعني وبنمعجنها، خلينا الراجل خد الجزء اللي تحت ده معجنه ونعم البياض بتاع البلكونه عشان لما اجي امسحها او انضفها او كده
تبقى سهلة في التنظيف طبعا. والسور السور اللي هو السيراميك ده بصراحة جوزي اللي عامله. كان السور شكله مش حلو اصلا الاول خالص، مفحر برضو والحديد باين. فجوزي إن شاء جوزي ربنا يحميه يا رب، فهو اللي عامله السيراميك ده. حتى في الشقة التانية اللي عندي برضو هو عامل نفس الموضوع. عامل السيراميك ده برضو في السور اللي هو في الشقة هناك. خلصت بقى البلكونه ومسحت الترابيزه بتاع البلكونه والكراسي ورجعتهم تاني مكانهم. همسك بقى الشقه كده هديها تلميعات كده خفيفه زي ما احنا شايفين كده بالشرشوبه. كان فيها بنات كام سؤال جم كده على الفيديو اللي قبل ده، يعني في الفيديوهات التانية، فانا حابة ارد برضو على فيديو، على سؤال مهم جدا. كان في حد بيسألني ان هو من الغربية وعايز يقدم تبع العبور. عايزة اقول لحضرتك لو انت حضرتك متابعني وبتتفرج على الفيديو، حضرتك تبع الغربية محافظة تانية غير القليوبية. اللي بيقدم تبع العبور بيكون تبع القليوبية. لازم حضرتك يكون شغلك قليوبية، يكون سكنك التاني لو حضرتك مأجر شقة أو حاجة في القليوبية، بتجيب ورق يثبت ان انت ليك مكان في القليوبية. حتى لو حضرتك أصلا من محافظة الغربية بس انت مقيم في القليوبية أو ليك إيجار أو شغل في القليوبية، فتقدر تقدم عن طريق يعني طريق العبور يعني وكده. فلكن حضرتك اصلا لو حضرتك مقيم في الغربية فمش هتقدر ان انت تقدم الا اذا ممكن حضرتك بقى يعني تشتري شقة، يعني الظروف سامحة مع حضرتك. وفي ناس كتير بتبيع الشقة اللي هي بتاعت الاسكان دي، وحضرتك ممكن تشتري شقة وكده. فكان في سؤال تاني برضو يا بنات جايلي وانا كنت مسافرة، فجاني سؤال وانا برضو يعني حابة ارد عليها. حد من المتابعين بتقولي يعني اني يعني ما ينفعش ان انا انصح حد يشتري شقة او يقدم على شقة وهو عنده شقة. عايزة اقول لحضرتك احنا مش بنعمل حاجة، يعني مش بنعمل حاجة يعني مش من حقنا. دي حاجة الحكومة طرحاها للشعب كله، مش انا ولا انتي ولا يعني اي حد. دي لكل الناس تقدم. و... وانا بنصح من هنا، انا بنصح كل الناس تقدم على الشقق وكل الناس ربنا يكرمها. وعايزة اقول لحضرتك ان انا اتكلمت في فيديو تاني وكمان قلت يعني الشقة لو مش هتنفع، يعني لو مش هتنفع حضرتك، لو انتي مش محتاجاها فهتنفع ولادك. مش معنى يعني في الاول وفي الاخر انا عندي شقة تانية ايجار مش تمليك، فانا ده حقي. حقي كمواطن يعني، او حق زوجي كمواطن لان هو اللي مقدم على الشقة، ان يقدم في الشقة دي ويكون لينا شقة. لان الشقة التانية زي ما بقول لحضرتك دي ايجار مش تمليك. شقتي التانية مش تمليك، ايجار. فابسط الامور وابسط حقوقنا ان احنا يكون عندنا شقة ونقدم على الشقق. الطرح ده بينزل لكل الناس، للشعب كله، مش احنا بس حضرتك يعني. وحضرتك كمان انا بنصحك انتي اول واحدة، لو حضرتك تقدري تقدمي على الشقق دي قدمي. قدمي، ولو حضرتك مش محتاجاها فولادك اكيد محتاجينها. وانا بنصح لكل الناس تقدم على الشقق دي، والتقديمات هتفتح ان شاء الله. قدموا كل الناس تقدم، واللي محتاج يقدم. ربنا يا رب يكرم الناس كلها ويفرح قلوب الناس كلها يا رب العالمين، ويراضي الناس كلها يا رب العالمين. ليه ما تقدميش يعني؟ قدمي وربنا ان شاء الله يكرمك ويكرم الناس كلها بإذن الله. عايزه اقول لكم ان انا بشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الجميله اللي بتوصلني، ودعواتكم الحلوه اللي بتوصلني، وكلامكم الجميل اللي بيوصلني. يا رب ليكم بالمثل كده وزياده. ربنا يفرح قلوبكم ويرضيكم ويكرمكم ويسعدكم سعاده الضارين يا رب العالمين، تملأ السماوات والارض يا رب العالمين، ويراضي الناس كلها ويفرح قلوب الناس كلها يا رب.
فانا يعني انا مبسوطه جدا معاكم، مبسوطه جدا بيكم. انا بحس ان انتوا يعني جزء مني، انتوا اخواتي، انتوا اصحابي. اتعودت ان انا يعني اعمل الفيديو واطلع واتكلم معاكم، وكمان بعيد بقى عن الروتين وبعيد كده، فانا بحب ان انا اتكلم معاكم وارد على كل اسئلتكم، وارد على كل كلامكم الحلو. وبشكر كل حد من متابعيني حبايبي اللي كتب لي كلمة حلوة وسأل عليا، وكمان يعني بيدعمني بالكلام الحلو بالطاقة الإيجابية، وبيخليني اتشجع كده واعمل لكم فيديوهات. وحبايب قلبي اللي بيقولوا لي عايزين فيديوهات طويلة، انتي وحشتينا، طولتي علينا وغبتي علينا. فانا بشكركم جدا 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 من قلبي. ربنا يا رب يرضيكم ويسعدكم يا رب، ويفرح قلوبكم جميعا على كلامكم الحلو ده، وليكم بالمثل وزيادة يا رب العالمين. هنا بقى يا بنات عايزة اقول لكم، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، ما عملتش اي حاجة غير الاكل بس، ورحت السوق وانا راجعة. وكمان قلت بقى ايه، اترقمت بقى عندي كل المواعين. المواعين بقت كتير جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، بس على مين يعني، احنا ان شاء الله قادرين وقد التحدي. جايين تعبانين بس معلش، كل حاجة بتهون بعد ما بتخلصي بقى بيتك كده وتقعدي في نظافة، وكل حاجة بتلمع كده، وكل حاجة رايقة ونضيفة في مكانها. فان شاء الله كمان انا ناوية اشتري شوية حاجات للمطبخ زي منظمات وحاجات كده. فان شاء الله هروح اشتريها باذن الله، وهعمل لكم عليها فيديو بالحاجات اللي انا هجيبها. وهنعمل فيديوهات كتير حلوة ان شاء الله الايام الجاية باذن الله، مع تنظيفات الشقة وكده والترتيبات. هنمسك جزء جزء كده ونشوف بقى هنشتري له حاجات جديدة، وهنظبط كده الامور باذن الله. عايزة أسألكوا يا بنات، بمناسبة الصيف وكده، الجو حر جدا جدا في القاهرة بصراحة. يعني احنا عندنا في الساحل ما كانش الجو حر كده، يعني الجو كان بصراحة كويس، يعني مش حر. عايزة أسألكوا، مين بيروح يصيف في الساحل الشمالي؟ واللي راح هناك في الساحل الشمالي، ايه رأيكم في البحر هناك والأجواء هناك؟ وبتروحوا أنهي قرى؟ احكولي كده واكتبولي في الكومنتات. رحتوا قرية ايه، واكتر قرية عجبتكم في الساحل الشمالي قرية ايه؟ يعني انا بحب بصراحة، بالنسبة لي مارينا اخر حاجة يعني عشان نبقى متفقين، يعني الناس اللي بتحب مارينا وكده، بالنسبة لي مارينا سهرة، مش يعني مش بحر وكده، بحرها بعيد وسهراتها، يعني الاماكن اللي ممكن كافيهات وكلام من ده بتبقى بعيدة شوية عن البحر. فانا بحب قرية مرسيليا. بحب كنا الاول زمان يا بنات كنا بنروح مراقيا ومارابيلا دايما. اللي يعرف قرية مراقيا ومارابيلا، كانت لسه جديدة وكده، فكنا بنروحها دايما، كانت جميلة. دلوقتي في قرى كتير حلوة، قرية بدر هادية، وفي المنتزه جميلة جدا جدا، وفي كمان مرسيليا حلوة حلوة جدا جدا، بيتش مرسيليا ومرسيليا 3. بصراحة مرسيليا جميلة جدا. في كمان قرى، مين راح العلمين؟ حد راح العلمين من متابعين بتوعي؟ حد بيروح العلمين؟ اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في العلمين. رحنا كذا مرة، يعني انا رحت كذا مرة العلمين. خيال بقى، حاجة تانية يا بنات هناك بصراحة تحفة. فاكتبوا لي في الكومنتات اللي راح الساحل الشمالي واللي راح العلمين، اللي راح خط الساحل كده، اكتبوا لي في الكومنتات اخبار الدنيا معاكم ايه، والاسعار هناك بتلاقوها غالية ولا ايه؟ عشان في ناس كتير هناك بتستغل بقى الموقف ان احنا سياحة ومصيف وكده، والناس بقى بتبيع ساعات الحاجات بالغلا يعني. فكل واحد بقى يكتب لي في الكومنت ان شاء الله، وهرد برضه عليكم في فيديو. النهارده بقى هعمل لهم بقى بانيه ومكرونه بعد تعب بقى طويل. وبعد طبعا احنا عارفين لما بنيجي بقى نبدأ في الشقة عايزين اكل سهل وسريع، ما ياخدش معانا وقت، عشان نقدر ان احنا نعمل ما بين الشقة وما بين الاكل والمطبخ وكده. فالنهارده قلت لهم خلاص هعمل لكم بانيه كريسبي كده، واعمل لكم مكرونه. حطيت مكرونه على النار بتتسلق، ورحت بقى اعمل لهم ايه، بانيه كريسبي. جبت شويه دقيق ومعلقتين نشا، وحطيت عليهم شويه ملح وبهارات فراخ، وشويه شطه عشان يبقى سبايسي كده، وكزبره ناشفه، وسبع بهارات، وفلفل اسود. ما حطيتش اكتر من كده يا بنات. وكمان جبت شويه ميه دوبتهم. عايزه الخليط ده زي يبقى عامل زي خليط الكيك كده. بعد ما دوبتهم كده وعملت الخليط ده، هاخد بقى شرايح البانيه،
احطها فيها بقى واتبلها شويه، اسيبها بقى في التتبيله لغايه ما افرم شويه سلطه كده على السريع. جبت طماطمتين وخيارتين وجزرايه كده وشويه خضره من اللي كنت جايباهم من السوق، وكمان قطعتهم كده، وهعمل احلى طبق سلطه كده على السريع. يعني احنا عندنا بصراحة بنفضل اكتر السلطة عن المخلل يعني. جنب الاكل بتبقى السلطة بحس مفيدة جدا للولاد عن المخلل. وعندي كمان الولاد بتحب السلطة جدا، حتى جوزي كمان بيحب السلطة اكتر من المخللات وكده. فانا بفضل برضو السلطة جنب الاكل يعني. فجبت خيارتين كده ورحت برضو مقطعهم كده تقطيع، كله تقطيع عشوائي كده، لان فعلا يعني ما فيش وقت، تحس ان انتي بقى ما فيش وقت، فعايزه اكل سريع وحاجه سريعه كده، وبتعملي كده حاجات بسرعه عشان تخلصي يومك يعني وكده. عايزه اقول لكم برضو ان يعني ورا الكاميرا برضو في مواعين وفي حاجات بقى بعد الاكل وكده، فبنخلص كل دوت بقى بعد التصوير. فربنا يا رب يقوينا وتسلم ايدينا جميعا على كل حاجة بنعملها، وتسلم ايديكم على كل حاجة بتعملوها يا بنات. عايزة اقول لكم يا بنات ادوني افكار في المطبخ ان انا اعملها. يعني لو حد، طبعا انتوا عارفين المطبخ بتاعي وعارفين كل حاجة، لو حد عنده فكرة يقولها لي مثلا. في حاجة مثلا اعملها في المطبخ، فكرة، لان عايزة اعمل ترتيب يعني اعمل اعادة تدوير للمطبخ كده في الترتيب وكده. عايزة حاجات كتير اشيلها، احط مكانها حاجات، عايزة انظم كده شوية. حاسة ان يعني انا بفكر اعمل ايه، فانتوا عارفين يعني ادوني فكرة. طبعا انتوا عارفين المطبخ بتاعي، وانا بصور كده ان شاء الله بيكتبوا لي في الكومنت يعني. مثلا لو حد شايف مثلا احط الحاجة هنا افضل، الحاجة هنا افضل. ان شاء الله هنكون مع بعض، وادوني افكار كده يا بنات. هنا بقى كنت خلاص بقى يعني البانيه، عملت السلطة والبانيه كمان اتبل معانا. فعملت بقى الكفر التاني، جبت شوية دقيق وشوية نشا وشوية بهارات فراخ وفلفل اسود وشوية ملح صغننين جدا يا بنات. واهم حاجة هحطها نص معلقة بيكنج صودا، اللي هي الكربوناتو ديت اللي احنا بنحطها على الملوخية يا بنات. حطي نص معلقة صغيرة على الخلطة الكفر الاخير ده. تمام. وقلبي بقى الفراخ من تحت لفوق كده عشان تديكي الكرمشه اللي احنا شايفينها مع بعض دي، وعلى زيت، وفي زيت سخن كده على النار. تقومي بقى نازله بشرايح الفراخ. هتطلع معاكي كريسبي زي ما انت شايفه كده بالظبط. بصي حتى انت تلاحظي ان هي في الفيديو مقرمشه، والله يا بنات مقرمشه كده وطعمها تحفه وكريسبي اخر حاجه. هنا بقى كنت خلصت الغدا، وده كان الغدا بتاعنا، اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. عملت احلى مكرونة بشوية صلصة تحفة جدا بالبصل كده. وانا عندي بقى الولاد بيحبوا المكرونة بيضة مسلوقة وتحطي الصلصة كده من على الوش، ما بيحبونيش خالص اقلبها يعني في قلب بعض كده، بيحبوها كده بس. وعملت البانيه كريسبي واحلى طبق سلطة على السريع كده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم الفيديو، ويجعل يومكم كله خير وبركة وصحة ورزق وسعادة يا رب العالمين. وأشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد مع شيماء يزيد. والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم في أمان الله.